عمل لكل حيوان أوضة 5 نجوم، كلهم حيوانات مفترسة، بيعاملهم كأنهم عياله. جايب لكل حيوان فيهم عربية ب10 مليون دولار. مش بس كده، ده بيسجلها باسمه وفاتح لكل واحد فيهم حساب في البنك. بيأكلهم أفخم أنواع الأكل، بيلبسهم كمان من أغلى البراندات، ومعيشهم عيشة المليارديرات. طيب مين ده وبيتعامل مع الحيوانات كده ليه؟ وكل ده هنعرفه في فيديو النهارده. أغرب ملياردير ممكن تسمع عنه في حياتك بيحب الحيوانات زي يعني بيعاملهم كأنهم أولاده. الملياردير حمد البقيش عنده 33 سنة، كان عايز يفتح حديقة حيوانات للحيوانات المفترسة اللي هم الأسود والنمور والفهود والدببة وكده يعني. كان عاوز يسمي الحديقة دي على اسمه، وكل الحيوانات اللي تكون فيها تكون متربية على إيده، وهو اللي مروضها كمان. فعلا عمل الحديقة دي وسماها بقيش بارك. لما الناس بقى سمعت عن فكرة الحديقة دي والحيوانات المفترسة اللي عاوز يربيها، استغربوا ده جدا، وشافوا انه مستحيل يحصل. ان ازاي انسان طبيعي ممكن يعمل كده ويربي حيوانات مفترسة وكمان يعيش معاهم. الكلام ده ما فرقش مع حمد خالص ولا أثر فيه، وراح على طول اشترى حتى أرض كبيرة في الإمارات عشان يعمل عليها الحديقة. الحديقة دي بقى ما كانتش زي الحدائق اللي متعودين عليها طول عمرنا، يعني ما كانش فيها أقفاص خالص. كان فيها جناين واسعة قوي وألعاب وحمامات سباحة وأكل للحيوانات كمان، ده غير بقى الأوض ال5 نجوم اللي كان مقعد فيها الحيوانات. يعني كل حيوان كان ليه أوضة خاصة بتاعته، بتكييفه بحمامه كل حاجة. حتى الشمبانزي والقرود موجودين وليهم أوض مخصصة ليهم. كل بقى الحيوانات دول عايشين معاه، والناس بقوا يبعتوا هدايا من كل مكان، والهدايا دي عبارة عن حيوانات برضه. وكل حيوان في الحديقة دي بيكون نادر، ما بيقدرش بتمن أصلا. أكيد دلوقتي بقى بتسألوا الفكرة دي جت لحمد إزاي ممكن إنسان طبيعي يربي وحوش زي دي ويعمل كده معاهم؟ حمد زيه زي أي شاب من عيلة غنية قوي، بتورث شغلها لبعض. بس هو بقى لما جه عليه الدور علشان يستلم الشغل ده من والده، ما حبش الموضوع. ما كانش عاوز يقضي حياته قاعد في شركة على مكتب، عاوز يعني يعمل حاجة مختلفة. ما كانش عارف بقى ممكن يعمل إيه. في يوم من الأيام والده جاب له في عيد ميلاده هدية غريبة شوية، جاب له فهد. حمد بقى بيتعامل مع الفهد على إنه قطة، يلعب معاه، مقعده في الأوضة، بينيمه جنبه على السرير. وصل لانه بقى بيروضه. من هنا بقى جات له الفكره انه يفتح حديقه للحيوانات المفترسه ويربيهم على ايده. لما فتح الحديقه دي بقى جات له هدايا عباره عن حيوانات نادره، ثمنها ما يقدرش بثمن. عشان كده فهد بيتعامل مع الحيوانات دول انهم شركائه ولهم نصيب في ثروته، وقرر انه يعاملهم كانهم بني ادمين بالظبط. وجاب لكل واحد فيهم عربيه احدث موديل سعرها معدي ال10 مليون دولار، وبيسجلها باسمه. ده غير الهدوم والمشتريات والاكل اللي بمليارات الدولارات. فتح لكل واحد فيهم حساب في البنك، بيشيل لهم كمان فلوس على جنب علشان ما يضمنش الزمن. حساب أقل واحد فيهم في البنك تقريبا معدي ال100,000، ده غير إنه عامل وصية لكل واحد فيهم نصيبه في ثروته. فدلوقتي بقى قول لنا، يا ترى حسابكم كام في البنك؟ قولوا لنا في التعليق.